السودان رايحة تشتكي مصر في مفوضية اللاجئين وفي الأمم المتحدة. والله العظيم اهدى بس كده وتحكي لك القصة. فعلا والله العظيم شر البلية ما يضحك. أنا عايزكم تشوفوا البجاحة لما تحصل مع مصر وصلت لحد فين. البسفير جنوب السودان كل نيوك، هو اسمه كيك كل نيوك، عامل له هو نيوك اللي واكل شارب نايم عندنا هو وشعبه على حسابنا وحساب عيالنا. احنا اصلا لما نكح تراب، فبدل ما يشكرنا لا رايح لمساعد وزير الخارجيه المصري الاستاذ ياسر سرور يشتكي له. اما يشتكي له من ايه بقى؟ قال له اهل جنوب السودان اما يتعاملوا معامله وحشه عندكم هنا في مصر يا معالي نائب الوزير. ايوه ليه يا معالي السفير؟ ايه اللي مضايقكم بس؟ قال له يا معالي الوزير بصراحه كنتوا جبطتوا على العيال بتوعنا بتاع جنوب السودان اللي كانوا ما يرقصوا بالسواتير والالات الحاده هم يروعوا على المواطنين ويرهبوهم عند الميريلاند. ايوه يا سياده السفير نيوك، انت دول مصورين فيديوهات ومنزلين على التيك توك وهم ما يرهبوا ويخافوا المواطنين. وخد عندك بقى لا معاهم اقامه ولا ورق ولا متسجلين في مفوضيه اللاجئين، يعني داخلين البلد جردحي كده تهريب من غير ورق. انت تعرف لو مصريين هم اللي عملوا كده ما كانوش شافوا نور ربنا لسنين قدام. لكن احنا كتر خيرنا يا معالي السفير نيوك ان احنا ما رضيناش نحبسهم عندنا ورحلناهم وقلنا لكم خدوا عيالكم حاسبوهم انتوا. ولا انت عايزنا لما نلاقيهم بيرهبوا المواطنين ويرقصوا بالاسلحه ننزل رجاله الداخليه يرقصوا معاهم بالسواتير ونعمل مع بعض تيك توك؟ المصيبه بقى ان سياده السفير نيوك لما ما لقاش حق ولا باطل مع مساعد وزير الخارجيه عمل ايه؟ راح طالع يجري على مفوضيه اللاجئين يشتكي مصر اللي قويها هو وشعبه، عايز يمنع المساعدات ويوقع عقوبات على البلد اللي شايله اكتر من 10 مليون ضيف ومفوضيه اللاجئين اصلا مش متسجل عندها غير 1,100,000. يعني احنا اصلا عاملين جميله مع المفوضيه، شايلين فوق كتافنا اكتر من اللي المفروض نشيله. والمفوضيه نفسها عارفه ان المساعدات اللي لما تديها لمصر دي مجرد فتات قدام اللي لما تصرف مصر على الضيوف في الصحه والتعليم والخدمات. يعني يا معالي السفير نيوك بدل ما تشكرنا على اللي احنا عاملينه معاك انت وبلدك واهلك وناسك، لا رايح تشتكينا. اما انك نيوك صح اسم على مسمى، ده انت اصلا بلدك ما فيهاش حرب وعندكوا خير وثروات طبيعيه مش عارفين تديروها، فاهلكم ما يهربوا على السودان ومن السودان اما يخشوا على مصر مع السودانيين وجايين عندنا هنا هرابي ومخالفين وبتبلطج وكمان ما تشتكوا. يا استاذ نيوك ده انت المفروض تشكر ربنا وتبوس ايدك شعر ودجن ان احنا مش اما نقبض على كل اهلك اللي هنا ما معهمش ورق ونرحلهم. احنا يا دوبك اما نستنى لما يعمل جريمه ولا يعمل مصيبه وبعد كده نرحله. انتوا عارفين انا بقى لما كان الحكومه المصريه كنت اول حاجه عملتها مسكت معالي السفير نيوك ده ورحلته اول واحد على طول. نيوك ده ابعته على بلده واقول لهم ما تبعتوش حد يمثلكوا تاني غير لما تعرفوا قيمه مصر. والله العظيم ثلاثه اتقوا شر من احسنت اليهم فعلا. اللي قاعد في بيتنا يحترم قوانيننا، وانا من مكاني هنا اما طالب الحكومه المصريه تاني وتالت وعاشر ومليون اللي ما عندوش ورق وقاعد في مصر هين بطريقه غير قانونيه لا يقنن وضعه لا يتكل على الله، واحنا عايزينه يتكل على الله. يا رب هنلاقيها منين ولا منين؟ من نيوك ولا من بتوع الشاورما ولا كل واحد عنده مصيبه جاي يقعد عندنا؟ طب نسيبها لكم احنا ونمشي ونهج خالص. يا رب هاتها جمايل. حد سامعني؟ طب حد شايفني؟ شيروا لهم وابعتوا لهم عشان يروحوا. تعاون عسكري كبير قوي يا قلبي لا تحزن ما بين الامارات وبين اللي ما يتسموا. بعتوا لهم انظمه ليزر متطوره ومش بس كده، دول بعتوا لهم العساكر بتوعهم ديليفري يشغلوها لهم على ارضهم. والله العظيم زي ما اقول لك كده بقى الجندي بتاع الكيان واقف اما يظبط العدسه من قلب ارضنا. واو جبت منين الكلام ده يا عمده؟ اقول لك والله العظيم انا قلبي واجعني اكتر منك. مش انا يا حبيبي، دي فاينانشال تايمز هي اللي فضحتهم وقالوا ان الجماعه اللي ما يتسموا حدفوا على الامارات انظمه دفاع بالليزر عشان يصدوا الصواريخ والمسيرات الايرانيه. وشك للكيان وجفاك ليا. طب يا موكوس ما كان الحزين نفع نفسه، ده ايران خرمت له ومسكوا في بيوتهم وجاب
جابت فيهم جوان كباري ومقسط ودلعتهم اخر دلع، خلت سلسفين اللي خلفوهم عايشين في الملاجئ اكتر مما يشوفوا الشمس. وقريت لك فاينانشال تايمز ان دي اكبر سبوبة عسكرية حصلت بينهم من يوم ما وقعوا اتفاقية ابراهام، الاتفاقية اللي من بعدها عملوا شراكة استراتيجية واسعة في كل المجالات وفتحوا البيبان على بعض على البحري. بعد ما قعدوا سنين اما يحبوا في بعض من تحت الترابيزة، دلوقتي خلاص بقى على عينك يا تاجر. وقالت لك الجريدة انهم ادوهم نظام مراقبة اسمه سبيكترو. قال لك النظام ده متخصص في مسيرات شاهد واما يلقطها كمن على بعد 20 كيلومتر. ايوه طب ما يقولوا اللي يقولوه، امال اللي احنا شاهدناه ما يحصل فيهم ده كان ايه؟ الكاميرا الخفية؟ ده المسيرات كانت اما تمس عليهم في اوض النوم وتاخد معاهم صور تذكارية. وقال لك ادوهم كمان منظومة ليزر اسمها ايرون بيم، ده ما يخلي الصواريخ في الجو ما تعرفش تقول لك بيم. فاينانشال تايمز اما تقول لك دي معدات جديدة جدا لسه يا دوبك اما تدخل الخدمة في تل هباب، وده ما يأكد ان العلاقة بينهم سمنة على عسل قوي. العلاقة مع مين؟ مع اللي ما يتسموا، اللي ايديهم غرقانة في الممنوع مع اخواتنا. على طلاق انا هتجنن من اللي بيحصل ده، الامارات خلتنا نشوف العجب والصنف راجب. المصيبة بقى اللي توجعك وتضايقك اكتر، فاينانشال تايمز قالت لك ايه؟ انهم بعتوا لهم جنود وقوات على الارض يشغلوا لهم الانظمة دي. يعني الجند الاماراتي واقف كتف في كتف مع اللي ما يتسموا ماسكين نفس السلاح. حزن ما بعده حزن وكسرة نفس ملهاش اخر. والادهى من كده انهم عطوهم انظمة لسه تحت التجربة ما دخلتش الخدمة في تل هباب اصلا، وده ما يأكد يا اخوات العمدة عمق العلاقة. فتحوا لهم مخازن اسرارهم الحساسة، بقوا حبايب واخوات جاوي وايديهم على زنات واحد. فاينانشال تايمز ختمت وقالت ده تحول تاريخي، الموضوع ما بقاش مجرد تطبيع، ده تحالف استراتيجي وعسكري تقيل. ده انا اللي حزن تقيل. المقارنة بقى اللي تحرق دمك اكتر ما تفرحك كمصري، الفرق الكبير. شوف ام الدنيا والجيش المصري اما يعمل تدريبات بالذخيرة الحية على بعد 100 متر من اللي ما يتسموا، لدرجة اننا وجعنا لهم الاتصالات والشبكات والانترنت والجي بي اس، ودانهم اما تصفر من صوت الطلقات بتاعتنا من غير ما نلمسهم. احنا اما نحط عليهم بمنتهى التلامة والبرود، وللأسف اخواتنا واخدينهم بالحضن. حد سامعني؟ طب حد شايف الوكسة اللي انا شايفها؟ شيروا لهم وبعتوا لهم وفوجوهم عشان السكوت خيانة.